انت عارف ان في حاجه واحده بس لو عملتها مرتبك هيزيد اضعاف؟ بما ان في ناس كتير قوي بتشتكي من موضوع المرتبات ده، فقلت اكيد في حل. فبدات ادور على جوجل واسال شات جي بي تي، عايز اتاكد هل في حاجه معينه لو عملناها المرتب هيزيد. كلهم اجتمعوا على ان الناس اللي معاها انجلش كويس بتبقى مرتباتها اعلى بكتير، يعني الحل ان احنا نتعلم انجلش وبسرعه. طلبت مجموعه اسمها اهم 5000 جمله هتحتاجهم في الانجليزي، والمجموعه دي فيها حوالي 12 كتاب، منهم الكتاب الرئيسي وكتب تانية صغيره فرعيه بتعلمك حاجات تانية حلوه كتير. نبدا بالكتاب الاساسي وده فيه اكتر من 5000 جمله و40 محادثه جاهزين نستخدمهم في حياتنا اليوميه، زي لو انت في فندق او في دراسه او شوبينج او مواصلات. وفي قسم مخصوص وده مهم جدا للبيزنس انجلش، وده فيه جمل ومحادثات عن الايميل والتفاوض والبرزنتيشن وخدمه العملاء. يعني والله ممكن تذاكر وتقدم في حاجه زي فودافون يو كي مثلا، مرتباتهم حلوه جدا. واحلى حاجه ان الكتاب كله متسجل امريكان اكسنت على جوجل درايف، تسكان الكيو ار كود وتصحى الصبح تذاكر وانت بتشرب النسكافيه بتاعك. وعندك صديق الرحله كتاب الخريطه لحل مشكله كبيره، وهي ان احنا ما بنبقاش عارفين نبدا ايه وامتى ونذاكر ازاي، فعمل لك جدول فيه الايام بتاعتك بكل حاجه مطلوبه منك بالتفصيل. وكتاب ذاكره ضد النسيان وده دوره انه يعلمك ازاي تثبت المعلومه اللي بتذاكرها. وعمل بلا اعذار وده عبقري عشان بيشتغل على الجانب النفسي اللي بيوقع ناس كتير ومش بيخليها تكمل. ولسه عندك كتاب الانترفيو وكتاب التفاوض وكتب تانية كتير وكلهم بجد مفيدين جدا. والمجموعه دي من بيج 80 ومفيش احلى من انك تستثمر في نفسك. شوف كم مره قررت ان انت تذاكر انجليش وكسلت، مع انه هيحسن مرتبك ووضعك وحياتك الماديه جدا. فيا ريت المره دي تكون مختلفه وتاخد الخطوه وتبدا في رحلتك الجديده.